السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كل شيء بخير؟ نتمنى إن شاء الله أموركم تكونوا كلها بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. ونبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ كل شيء بخير؟ مزيانين؟ دوزتو العيد ديالكم مزيان؟ كل شيء بخير وعلى خير؟ العطلة ديالكم تا هي واش دوزتوها مزيان؟ سافرتوا عند الأهل والأحباب؟ ايوا الحمد لله. كاين شي حرارة عندكم بحال اللي عندنا في كازا؟ والله الا تبارك الله ما شاء الله، يعني الجو ديال الصيف دخل يعني. اللي كتقول ليها بنتي فين ما تكون الحرارة كنقول ليها والله الا الجو ديال الصابون والكواش وهذا ونصبنو. قالت لي الناس كيتبحروا وكيفوجوا، هذه انت كتفكري غير في الشقة والشغل. ولكن من بعد البرد اللي كان شحال هادي، وفي الحقيقة والله الا هاد الجو كما قلت لكم ديال الشقة وديال الصوابون، ومهم الله يرزقك الصحة والسلامة. كتشوفوا معايا هنايا بديت لكم يعني بواحد الكاس ديال البابونج. كتعرفوا ملي كتشوفوا اختكم كدير على هادشي هذا كتعرفوا بان راه الحمد لله والشكر لله راه ما فيها ما يتجمع. يعني والله الا هاد اليومين الا عيانه ما عرفتش شدني ما شكيت عليكم، واحد حريق الراس والارهاق والدوخه، والله ما عرفت هادشي هذا. سمعت عاوتاني بان كورونا رجعات، والله العظيم الا الله يحفظ وصافي، والله ما بقينا قادين على شي مرض ولا شي كورونا ولا شي داك التبرزيد ديالها، وعندك هذا عندك هذيك، واي حاجه كتمرضي بها كيدخلك الشك بان مريضه بكورونا ولا شي حاجه، وديك التيست وديك التخربيق دوزنا داك الشيء ونعسنا في السبيطارات وما خلينا ما الحمد لله ما داز علينا. المهم هنايا عن اليوم كما قلت لكم والله العظيم الا فقت اليوم ما قديتش نهز الراس، ما شكيت عليكم باش بغيت نوصل لكم يعني الطاقه السلبيه. المهم بغيت هكا بنادم يرد البال لراسو وصافي، ما يكون بزاف يكون بنادم تاني يتجنب ديك كثرة التجمعات هكا اللي كتيرة واختلاط في الاسواق وهذا، ونطلبوا الله تكون هادشي هذا على اشعه تاني ما يكونش بصح. هادشي كما قلت لكم بنادم راه باقي كاع ما تعافى من هادشي هذا اللي داز كامل. نصدقوا تاني في نفس السيناريو، والدراري كيتعطلوا في المدارس وكيكون بزاف ديال الديرونجمون يعني في الحياة ديال الانسان، الحياة ديالو الطبيعية كتغير يعني 100%. المهم كما قلت لكم اليوم صبحت عيانة، ومهم عبرت الضغط لقيته شوية يعني عندي الضغط مرتفع و... والله الا اليوم النهار كله وانا مجبده. قلت المهم نشارك معكم هذا الفيديو خفيف. صايبت كويس ديال بابونج وشربته، درت كويس ديال القهوه. المهم كنقلب غير شي حاجه اللي تفيقني هكا وتحيد مني شويه ديال الارهاق، وفي الحقيقه شربت الدواء، وداك الدواء نعسني النهار كامل تقريبا ما فقط العصر فقط رجعت نعست. المهم انا درت كويس ديال البابونج. المهم حضروني والله الا هاد الفيديو لا شويه كما قلت لكم عيانه وحتى الذهن ديالي شويه مشتت. هانتوما بغيت نوريكم الادويه اللي كناخذ باش هادو راه الادويه كناخذهم يعني تقريبا عام وانا كناخذ هاد الادويه. كنت قطعتهم واحد المده يعني قصيره والطبيب رجعهم ليا. كما كتعرفوا راه عام دابا باش درت العمليه، يعني باقي كناخذ الدويان، وهاد الدويان هادو كلهم قاصحين كما كتشوفوا. وريتكم النوع ديال الادويه اللي كناخذ، وهذا ماركه اخرى بدل ليا شي ادويه بهادو اخرين يعني ماركات اخرين. يعني راه باقا هذا على التريتمون ديال الطبيب يعني والرونديفوات ديالو. كما قلت لكم عطاني نمارس الرياضه، والله ما باقي ما بديتها يعني كل نهار تنقول هذا سافرت جيت. هاد اللي كنوريكم هاد الدواء هذا اللي كنوريكم هذوك الكبسولات عطاهم ليا ديال هذوك ديال الالم. كيقول لي ملي يعني كتجيك الالم كثير ولا شي حاجه خذي حبه يعني ماشي يوميا ملي تكون عندي الالم. هذا كناخذ الصباح والعشيه كما كتشوفوا متراكين في راسي ديال الصباح والعشيه. هذا اوديس ديال المعده، هذا بالنسبه للناس حتى اللي ماشي ضروري بنادم مريض هكا ماشي ضروري يخرج لك الطبيب اللي كضر القاعده. هذاك هو على هذاك الدواء هذاك. هذا اللي وريتكم هذا ديال الاخر هذا راه ما كيرجعش في يعني في التغطيه الصحيه. هذا بحال مكمل وكيرخي العضلات والاعصاب، وبحال مكمل يعني كيعاون هكا بنادم في ديك الارهاق. وهذا خرجوا لي هاد الخطره هادي فاش شافني يعني كنت عيانه وكيشدني الكلاكاج والتشنجات، وعطاني هادو ديال المصران، وهذا ديال الشقيقات هما كنت كناخذهم هادو على جنب. المهم هادو اللي شفتو معايا
وما التريتمون اللي عطيني الطبيب ومستمرة عليه، يعني راه واخا هكاك راه باقا عيانة. المهم كنجاهد راسي شوية. هنايا كيما قلت لكم صايبت كاس ديال البابون شربته، وغادي نمر ان شاء الله التنظيف ديال الدجاج. كيما تشوفوا معايا ان شاء الله غادي يجيو عندي شي ناس هكا من العائله، المهم قرب ماشي شي حد براني. يعني الدجاج جابو لي الراجل من الصباح هو محطوط في الثلاجه، كنقول غنوض نصايبو كيما قلت لكم انا ما قدرتش نوض اليوم. المهم تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير ليه. في الحقيقه كنت بغيت نديرو يعني هكا صاين، وكنشوف تبارك الله جاب لي الدجاج الحجم ديالو كبير. ما غاديش يدخلوا الطياب مزيان، وهذا قلت نقطعو. يعني غادي تشوفوا الطريقه اللي درت ليه، وهذيك الطريقه هذه كتجي زوينه يعني، وكتدخل التشرميله للدجاج والتوابل، وكيجي حتى هكا. ماشي ضروري نديرو الدجاج صحيح. المهم كما كتشوفوا يعني كيمشي عند واحد مول الدجاج ما هكاك ما كيعجبنيش يجيب الدجاج، يعني ما كينقي لا معده ديالو لا حتى شي حاجه، كيخليه هكاك كيذبحو كيحيد ليه هذاك المصار وداكشي كيجيبو. المهم ما بغيتش نستمر معكم فاش غنقيه هذا حتى الاخر. غادي تشوفوا الطريقه اللي غندير ليه. هنايا يسحب لي واحد اللقطه صورتها فاش درته، فاش غسلته مزيان وحيت لي ديك الشحمه وداك الشيء ديالو كامل. هنا رقدته في الملح والزنجبيل والسكنجبير، وفي الحقيقه وليت كنديرو غير بالسكنجبير والملح. والله الا كيجي الدجاج لذيذ. وديك الزفور الا كتكون ديال الخال ولا الحامض وهذا ما كتكونش فيه. هاد الطريقه اعتمدوا هذه ديال غير ديروا غير الملح، غسلوه بالملح والسكنجبير وخليوه. راه كنت انا غسلته تصفيته من الماء، يعني الماء ديالو كان نقي. ملي درت لي ديك الزنجبيل والملح هانتوما كتشوفوا الكميه اللي خرج ديال الدم وداك الشيء اللي فيه. يعني فاش رقدته يعني راه خليته واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه هكا في ديك الملح وداك الزنجبيل، ونقيتو كامل يعني. وحيت ليه ديك الدهون. ملي كيكون الدجاج هكا باقي سخون شويه تيكون ديك الدهون ديالو يعني ما كيبانش. ملي كتدخلي الثلاجه كيبرد عاد كيبانوا ليك. المهم راه نقيتو مزيان ورقدتو. غادي تشوفوا معايا التكميله ديال التنظيف ديالو، الطريقه باش غادي نشرملو. ونذكركم الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحبيت نشكر الناس اللي انضموا للقناه ديالي جداد، نقول لهم مرحبا بكم. الله يجعلني عند حسن الظن ديالكم يعني، ونكون كندير شي حاجه دائما كما كنقول لك تفيدكم. وان شاء الله كما قلت لكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله غدا غادي يكون التتمه ديالو. المهم ما غدا ما بعد غدا غادي نلوح لكم الفيديو فاش غنكمل هذا، فاش غنكمل لكم هذا الفيديو هذا، لان هذا ما كملتوش معاكم. غدا ان شاء الله غادي نكمل معكم الفيديو. غادي يكون الفيديو ان شاء الله غدا زوين. المهم بعد ما غسلت الدجاج من داك الملح وداك الزنجبيل غادي نطلق عليه يعني الحنفيه او الروبيني هكا مزيان تنغسلو يعني بالماء نقيه مزيان. كما قلت لكم ما تحتاجوش. انا جربته بالخل وبالحامض، مازال حامض شويه ماشي مشكل، ولكن الخل كيخلي واحد الزفوريه والزنخه في الدجاج كتجي في شكل واخا هكا كيكون داك اللوغو ديالو فيه ماشي هو هذاك، ولكن غير بالملح والزنجبيل هكا والله الا كيكون عجبني يعني الطريقه ديالو. والدجاج ملي كتاكليه كيكون فيه واحد اللوغو زوين، وكيكون فيه داك المذاق ديال الزنجبيل يعني زوين. اعتمدوا هاد الطريقه في الغسل ديال الدجاج غادي تعجبكم بزاف. الدجاج تبارك الله الحجم ديالو كبير، انتما كتشوفوا راه واخا كيبان لكم في الكاميرا هكا بحال صغيره، هو الحجم ديالو كبير يعني تقريبا 3 كيلو تقريبا في الدجاج في الدجاجه. داكشي علاش قطعته، انتما كتشوفوا قطعته على 4. كنحاول كاع فين ما كانت شي حاجه ديال الدهون ولا شي حاجه هكا كنحاول نحيدها. انا عارفه كل واحد فيكم راه كيعرف يغسل الدجاج بطريقه ديالو، ولكن اي حاجه حتى حنا كما كنستافدوا من ناس اخرين كنحاول نفيدوكم. وكما كنقول بالنسبه للمبتدئات راه بنادم اي واحد راه ما كيتزادش كما كنقولوا تعلم مع الوقت مع الاستمراريه. وكل مره كتستافدي من الحاجه وكتسمعي حاجه وكتشوفي حاجه وكتستافدي منها. وهنا غنذكركم باللايك، يعني شجعونا باللايكات ديالكم، وان شاء الله باش
الفيديو يوصل للعدد ديال الناس والقناه ديالنا تزيد شويه. المهم بعد ما غادي نسالي الغسيل غتشوفوا الطريقه هذه سميتو يعني الطريقه الاولى اللي غندير ليها باش يبات يعني في ديك التوابل وديك الترميله. غدا ان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه اللي غادي الكماله اللي غندير ديال التوابل ديال داكشي اللي غادي ندير غدا ان شاء الله باش غادي نطيبو. المهم اليوم غادي نشرملو معكم وغنخليه ان شاء الله يبات في الثلاجه في دوك التوابل ديالها. غدا غتشوفوا ان شاء الله باذن الله لا كتب الله الطريقه ديالو باش غادي نطيبو. انا من بعد ما غسلته كامل نظفت هذا البانيو هذا كامل غادي نعاود نشلو فقط للتاكيد وصافي. كنعاود نشلو مورا تبارك الله نقي غسلته يعني قطعه بقطعه كما شفتوا معايا. غادي نشرملو في نفس يعني هاد البانيو هذا والباسينه وكل واحد شنو كيقول لي. هادو راه عندي مختصين هادو فقط كنديرهم غير هكا الطياب والخضار والكسكس وهادو فقط نخليهم يعني ما كنصبن فيهم حتى حاجه. هادو عندي فقط ديال المطبخ يعني هادو كنديرهم للمطبخ. هادو اللي شفتوا معايا كاملين عندي البانيوات يعني في اللوان وعندي في هاد البيض هذا كبير. هذا فقط دايرهم هادو المطبخ يعني ما كنخدمهمش شي حاجه اخرى ما كنصبن فيهم ما كندير فيهم شي حاجه اخرى. التوابل اللي غتشوفوه هنايا غندير فلفل اسود وغادي ندير الزنجبيل او السكنجبير يعني كندير واحد الكميه شويه بزايد. وغادي ندير الكركم يعني تقريبا التوابل الطبيعيه اللي كندير هنايا. درت واحد شويه الملح. في الحقيقه تقادت اليوم باش نكثر الملح لان غدا ان شاء الله غندير حامض مصير او الحامض اللي قلت لكم فقط كان يكون يعني غير في الملح فقط فاش كنديرو. درت تما هذيك الضامه ديال الزعفران اللي كنت جبت معكم شحال هذه في موروكومو كنخليها غير الطياب بحال هكا. وغندير هذه حتى هي ديال الزعفران حتى هي فيها النكهه ديال الزعفران وملون هذا في نفس الوقت. هانتوما تبارك الله شوفوا يدي كيفاش كيبانوا. هنايا ضروري انا كندير هكا في الطياب هكا ديال المناسبات ولا تقريبا انا عندي في الطياب اليومي هكا السمن كندير السمن الحار عزيز عليا ندير السمن الحار. وهنايا دايره هنا كندير معدنوس. انا ما كنديرش القزبور ما كيعجبنيش يعني اللوغو ديال القزبور في الطياب هكا ديال اللحم ولا ديال الدجاج المناسبات. الزيت نباتيه درت غير واحد شويه يعني شي معلقه ونص هكاك. هذا الغدا ان شاء الله عاد غادي ندير الزيت مع البصله وداكشي الاخر اللي غندير. كنشد التوابل هادو كله مع السمن هكا كندعك بيهم هاد الدجاج هذا كامل كنلبسوه هاد التوابل كاملين يعني كيما شفتوا كنخدم بيدي يعني انا ما كنديرش ديك القفازات وداك الشيء. في الحقيقه واخا نبغي نديرهم ما كنعرفش نخدم بهم يعني الصراحه نقولها لكم. انا داك الليغات وديك القفازه وشي حاجه هكا نديرها في يدي ما نعرف ندير بهم حتى شي حاجه. ما نعرف لا نشقى بهم ولا نطبخ بهم ولا نغسل المواعن ولا هذا ما كنعرف. انا نخدم بيدي عادي كما تربينا ولقينا والدينا كيخدموا بيديهم حتى حنا كنخدموا بيدينا. يعني بنادم راه يدو نهار كامل وهي في الماء وفي الصابون وهذا ماشي غادي نجيو اليوم ونبدا نديرو يعني الليكات ولا شي حاجه طبيعي عادي كنطيبو كما كنطيبو في ديورنا دائما. المهم كما شفتوا هاد التتبيله هادي كامله اللي درت هما فاش غادي نبيتهم حتى الغدا. جابت هاد البانيو الصغير حتى هو كما قلت لكم هادو راه عندي ديال المطبخ ما كندير فيهم حتى شي حاجه. غادي نحط هاد القطع ديال الدجاج ديالي كاملين هنايا وغادي نزيد عليهم ديك التوابل اللي بقاو تمايا وغنغطيهم وغنحطهم في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله. هذوك التوابل كاملين اللي شفتوا درتهم
كما لاحظتوا هنايا راه ما درت لا بصله لا الثوم لا حتى شي حاجه، يعني هادوك حتى الغدا عاد غنديرهم، لان البصله والثوم الا باتوا هكا في الثلاجه كيطلقوا واحد الريحه، يعني كتجي في شكل ماشي بحال الا كان كديرهم مباشره وطيبيه. هنا غندير ليه السلوفان وغنحطو في الثلاجه، غدا ان شاء الله غادي نكملوا الفيديو معكم. وشجعوني باللايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم، يعني شي حاجه هكا تحفزنا شويه. غدا ان شاء الله شوفوا الفيديو ان شاء الله لا غادي ينزل غدا ولا بعد غدا ان شاء الله باذن الله، غادي يكون الكماله ديال هذا الفيديو. هذا هو الدجاج. انا بعد ما تبلته يعني غادي ندخلو الثلاجه كما قلت لكم. هنايا كويس ديال القهوه ديالي شربته يعني، وهذا هو النهايه ديال الفيديو. نطلب الله سبحانه وتعالى يعطينا شويه ديال الصحه والقوه ان شاء الله، باش كل مره ندير لكم شي حاجه جديد بحال هكا. المهم كنحاول ندير لكم فيديوهات مختلفين، مره يعني هكا الطبخ، مره هكا في الروتين ديال الدار، كل مره كندير معكم حاجه. هذا كويس ديال القهوه ديالنا. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في راسكم ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساوناش باللايكات فضلا وليس امرا والاشتراك.